هنا في قلب القارة السمراء، حيث لا مكان إلا للأقوياء، كانت الأنظار تتجه صوب المشهد الختامي. رحلة طويلة من المعاناة، الإثارة، والأهداف القاتلة، لخصتها صافرة البداية في ليلة البحث عن المجد الضائع. وفي غفلة من الخط الخلفي للمحاربين، كشر أسود التيرانجا عن أنيابهم هجمة سريعة قادها ساديو ماني بذكائه المعهود. رامي بن سبعيني يسقط في المحظور، وتدخل لم يجد معه الحكم سوى إعلان ضربة جزاء مع بطاقة صفراء وسط دهشة لوكا زيدان. وقف ساديو ماني وجها لوجه أمام التاريخ، والأنفاس محبوسة في أرجاء الملعب ببراعة الكبار. زيدان الصغير يبقي المحاربين في الصورة ويجهض أحلام أسود التيرانجا. الرد الجزائري جاء سريعا، تمريرة ذكية من شايبي نحو بغداد، لكن إدوارد ميندي كان الأسرع، خرج من عرينه وأبطل مفعول الخطورة ببراعة. السنغال تهاجم بعين على اللقب، مثلث مرعب بين إسماعيل سار ماني وجاكسون. تيكي تاكا سنغالي انتهت بقذيفة مدوية مرت بسلام وببضع سنتيمترات فقط عن مرمى لوكا زيدان. الأسود تواصل خنق المحاربين. ساديو ماني يقتحم المنطقة ويقدم أسيست على طبق من ذهب لجاكسون. بن سبعيني يرتكب الهفوة القاتلة من جديد، تدخل متهور جعل الحكم لا يتردد في الإشارة لنقطة الجزاء. الأمل معلقة بحارس المرمى للنجاة من هذا الموقف الصعب. اعتراض كبير جدا من اللاعبين على قرار الحكم على احتساب ركلة جزاء. ساديو ماني يتقدم للتنفيذ وعينه على التعويض. لوكا يتقمص دور البطولة ويثبت أن عبق التاريخ يسري في عروقه، منقذا المحاربين من جديد. خطأ لا يغتفر من إسماعيل سار استغله فارس شايبي ليجد نفسه وجها لوجه أمام العملاق إدوارد ميندي ببرودة أعصاب يحسد عليها، يضعها في الشباك معلنا عن انفجار الفرحة الجزائرية. مع مطلع الشوط الثاني، تمريرة إسماعيل بن ناصر تضع محرز في الرواق المفضل. القائد بمهارة فائقة يقدم أسيست لبوداوي، وبنكران ذات لافت يهديها لبغداد. السفاح لا يرفض الهدية، يسكنها الشباك ويعلن عن ثاني الأهداف للمحاربين. ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. الله على هدف يريح الأعصاب ويعزز التقدم ويؤكد العزم على الانتصار. أي مهارة، لقطة خيالية، كرة جميلة، هدف لا يسجل إلا الكبار. السنغال رمت بكل ثقلها، الجهة اليمنى موصدة واليسرى مغلقة أمام استبسال المحاربين. وبينما كان البعض يظن أن الضغط يولد الانفجار، انفجر الخطأ من حيث لا يتوقع. هفوة فادحة من كوليبالي في التمرير يقتنصها بونجاح وينطلق كالسهم نحو العرين، وجها لوجه يضعها بثقة الكبار في الشباك. رصاصة الرحمة من بغداد، والجزائر تعزز النتيجة وتقترب أكثر من ملامسة الكأس الغالية. بعد الثالث تحول الملعب إلى مسرح للمحاربين. بدأ الجزائريون بنثر سحرهم، يمتعون ويبدعون فوق أرضية الميدان في عرض كروي أخاذ. في محاولة أخيرة لرد الاعتبار، انطلق الأسود بمرتدة سريعة من جاكسون إلى ساديو ماني بحثا عن هدف يحفظ ماء الوجه. سددها ماني بقوة، لكن لوكا زيدان وقف حائلا أمام طموحاتهم، أصر على نظافة الشباك ورفض الانحناء. وسط انهيار تام لأسود التيرانجا، تحول الملعب إلى ساحة للعروض الجزائرية. نقلات مدروسة وتمريرات ممتعة تدرس في فنون الكرة. الخطورة المستمرة. بثقة الأبطال كاد المحاربون أن يضاعفوا الغلة برباعية تاريخية، لولا أن الحارس حال دون زيادة الغلة. الجزائر لا تكتفي بالفوز، بل تصر على إذلال الخصم فنيا في ليلة للتاريخ. ها هي الآن الصافرة التي تعلن نهاية الحرب، الصافرة التي تزف المحاربين إلى عرش القارة. الجزائر بطلة لأفريقيا، بثبات وعزيمة رسمت الملحمة. النجمة الثالثة باتت واقعا،
لتزين قميص الخضراء وتسطر فصلا جديدا من فصول الكبرياء الجزائري. الكأس جزائرية في سماء لا تليق إلا بالأبطال. الأرض تتكلم جزائري، والتاريخ ينحني أمام إعصار المحاربين. مبروك للجزائر، هنيئا لشعب يعشق المستحيل. النجمة الثالثة استقرت في الديار، والسيادة الإفريقية عادت لأصحابها. We are glad to inform you that today's match day programs are